السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض فطاير سادة وبالعجوة. طريقتها سهلة جدا وبمقادير مظبوطة وناجحة جدا، وكمان اقتصادية، ما فيهاش ولا زبدة ولا سمنة ولا حليب ولا بيض كمان. اقدر اقول لكم ان المكونات كلها متوفرة في اي بيت. وعاوزة اقول لكم اللي بيخاف انه يعمل معجنات لو جرب الوصفة دي هيعمل احلى فطاير، احلى من اي فرن بره. وهقول لكم على مكون لو ضفتوه مش هتستغنوا عنه في اي معجنات. تابعوني خطوة بخطوة وهتعرفوا كل التفاصيل من اول العجن لحد التسوية المظبوطة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. يلا بينا نبدأ. معايا هنا نص كيلو دقيق اللي هم 500 جرام، ولو بالكوب 4 كوبايات، وربع كوباية سكر 50 جرام، ومعلقة كبيرة خميرة فورية 10 جرام، ودول معلقتين كبار حليب بودر 40 جرام. وده السر اللي بقولكوا عليه، معلقة كبيرة من الخل بتفرق جدا يا جماعة والله. وربع كوباية زيت 50 جرام، معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح كمان. ودي كوباية مية، وهنزود كمان عليها من ربع لنص كوباية مية على حسب نوع الدقيق. هنضيف هنا في بولة كوباية المية، هننزل بكوباية المية الأول وعليها الخميرة والحليب البودر والسكر. انا هضيف كل المكونات على بعضها عشان انا متأكدة ان الخميرة بتاعي شغالة. اللي مش متأكد لازم يحط المية مع السكر مع الخميرة ويسيبها لحد ما تعمل فقاعات على الوش زي ما عملت في فيديو البقسماط قبل كده. وهنقلب بقى، قلبت السوائل كلها مع بعض، وبعد كده برضو ضفت الزيت، وهضيف بقى الدقيق لان انا متأكدة زي ما قلت لكم ان الخميرة بتاعي سليمة وشغالة. وضفت الخل، وهنعجن بقى كل ده مع بعضه. العجن بياخد مش اقل من 10 ل15 دقيقة علشان نطلع عجينة طرية زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. زودت كمان ربع كوباية مية، يعني كمية الدقيق اخدت كوباية وربع مية، وده على حسب نوع الدقيق. نوع الدقيق بيفرق، يعني ممكن حد يضيف كمان ربع كوباية او نص كوباية. المهم هنضيف في الاول كوباية واحدة، وبعد كده هننزل بكمية المية واحدة واحدة. هنضيف ربع كوباية بربع كوباية على حسب ما العجينة تحتاج. وعجنت 15 دقيقة. زي ما انتوا شايفين العجينة ما شاء الله طرية، ولازم يكون فيها زي مطة كده. بصراحة رهيبة، لازم توصل العجينة بالطريقة دي. غطيها واسيبها ترتاح، بس انا مش هخليها تختمر خمر كامل، نص تخمير لانها تتخمر بعد التشكيل. ومعايا نص كيلو من العجوة. دي كانت عجوة مفرومة، اي نوع عجوة موجود. ضفت لهم معلقة سمنة او معلقة زيت، والسمنة بتخليها تفضل طرية لحد بعد التسوية. ومش علشان مفرومة ما نضيفلهاش سمنة، لا، السمنة بتخليها كمان ما تنشفش في الفرن. وهنبدأ ان احنا نعجن فيها كده لحد ما السمنة تختفي. وبعد كده هنشكلها كور صغيرة، يعني مثلا كده قد حجم الليمونة الصغيرة، وبالميزان 25 جرام. ولازم نغطيها علشان خاطر ما تنشفش قبل ما نشتغل بيها. وهنا العجينة خلاص ارتاحت، يا دوب الخميرة بدأت تنشط فيها. هنزلها على الرخامة وهبدأ اشكلها على طول. هفردها بس كده فردة بسيطة، وهقطع منها قطعة بقطعة، وبعد كده هنكورها بالشكل ده. وحجم القرصاية ممكن تعمل 50 جرام على الميزان، ولو مش موجود ميزان هنخليها حجمها متوسط. المهم نخلي الكور كلها متساوية، حابين تكبروها او تصغروها براحتكم. المهم واحنا بنكورها نخرج منها الهواء، يعني انا بدمجها كويس كده وبلفها وبخرج منها اي هواء. بوريكم تاني ان حجمها 50 جرام. وبعد كده بقى هشكل الكور كلها. لازم يكون السطح بتاع القرصة متساوي، واهم حاجة واحنا شغالين لازم نغطيها علشان وشها ما ينشفش. وسبتها ترتاح 5 دقايق، وبعد كده هبدأ اشتغل على طول. بس هنبدأ بأول حاجة احنا شكلناها علشان تكون بدأت تختمر شوية. خلصت هنا كل الكمية وغطيتها، وخلاص جهزت كده، هنبدأ نشتغل فيها على طول. فردتها على شكل دايرة صغيرة، واهم حاجة منتصف العجين يكون سميك، والفرد من الاطراف. وهفرد قطعة من العجوة فردة صغيرة جدا عليها بحيث ان هي تكون متوزعة في القرصة كويس جدا. وهقفل القرصة زي ما انتوا شايفين كده.
وبقفل كويس جدا، وبضغط عليها ضغطة بسيطة، وبأي غطا بحدد بيها نص القرصة علشان اما اقص الاطراف تكون متساوية. وبالمقص بقى هقص الاطراف بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، وهيعمل معانا رسمة حلوة قوي. ادالنا بقى شكل الوردة، شكلها جميل جدا. هنرصها بقى في صينية، بس اهم حاجة الصينية تكون مدهونة. هعمل معاكم كمان واحدة فردنا القرصة. خلوا الفرد من الاطراف زي ما قلنا اكتر عشان تطلع العجوة في نص القرصة بالظبط، وفوق زي تحت. ونفرد بقى العجوة برضو عليها ونقفلها من الاطراف. فرد قطعة العجوة بيضمن ان قطعة العجوة متوزعة في كل القرصة. وبعد كده بنحددها من النص برضو بالغطا، وبعد كده بنقصها بالمقص، وهتدينا شكل الوردة الجميل. وكمان نقدر نشكل اكتر من واحدة في نفس الوقت، وبتنجز معانا اكتر. وبعد ما بنخلص بنرصه في صينية او صاج تكون ممسوحة بمسحة زيت بسيطة علشان القرص ما تلزقش وتخرج منها بسهولة بعد التسوية. وبرضو بنسيب مسافة ما بين كل قرصة والتانية عشان خاطر ما تلزقش في بعضها. وكده خلاص بدأت اقفلهم كلهم. جربوا تشتغلوا بيهم مع بعض كده، بتنجز في الوقت جدا. وخلاص خلصت كل الكمية. عملت كمان كام قرصة سادة وكام واحدة بالعجوة. كمية النص كيلو دي طلعت معانا شوية حلوين، ينفعوا للفطار او للعشاء، حاجة سهلة وسريعة ومسكرة. جربوها وقوليلي رأيكم. هندهن الوش بتاعها بصفار بيضة وعليها معلقة فانيليا ومعلقة خل علشان نضمن ان ميبقاش فيه اي ريحة للبيض. وبس البيض بيديها لون حلو جدا. واهم حاجة واحنا بندهن ندهن بالراحة علشان ما تهبطش. ولو مش حابين البيض في بديل، ممكن ندهنها بشوية حليب برضو بيديها لون حلو قوي. وبعد كده بقى هنضيف على الوش كل واحدة شوية سمسم. طبعا معروفة قرص بعجوة او سادة يعني سمسم، غير ان هي بتديها شكل تحفة كأننا جايبينها من افخم محل بره. بتخلي شكلها كيوت وامورة اوي، يحبوها معايا يا جماعة. هنيجي بقى للتسوية. بندخلها على فرن سخن جدا اعلى درجة حرارة علشان ما تنشفش. اهم حاجة لازم تدخل على فرن سخن، ونحطها على اول رف من تحت. بنسويها على اعلى درجة. ممكن مثلا لو الفرن اعلى درجة فيه 250 يبقى 250. وما نخليش النار هادية خالص علشان القرص هتنشف والعجوة كمان. واول ما تاخد لون من تحت هنولع الشواية علشان تاخد لون حلو كمان من فوق. بتاخد في الفرن من حوالي من 10 ل 15 دقيقة. وهي في الفرن لازم نكون مركزين، كل شوية بنلف الصينية على كل اتجاه علشان كلها تاخد لون واحد. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، تسوية مظبوطة وواخدة لون واحد، وهشة وخفيفة جدا. والله قرص ناجحة جدا. صدقوني لو قلتلكوا احلى من اي قرص بره. خفيفة بطريقة بالرغم ان هي جواها عجوة مليانة بس خفيفة هوا. وشايفين العجوة طرية ازاي جوه القرصة ما نشفتش. هستناكوا تجربوها وتكتبولي رأيكم هنا في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. وبشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة. واستنى تشوفوا فيديو البقسماط، وان شاء الله انزل لكم وصفات من النوع ده كتير. واللي عاوز يشوف وصفة معينة يكتب لي في التعليقات. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.